السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ناس كتير كلمتني على موضوع القلش، وإن هي مش عارفة تعمل في القلش مع الحمام حاجة. يا عم أسامة، القلش سبب مرض للحمام، والحمام ساعة القلش ما احناش عارفين نعمل معاه ايه. اولا في حاجات لازم تفهمها لما الحمام يدخل في موسم القلش. القلش هو قلع او خلع الريش اللي هو القديم اللي خلاص عفى عليه الزمن في جسم فرد الحمام، وخد معاه زي ما تقول كده تشميسة، يعني خد معاه بما معناه جولة، يعني زي ما تقول خد معاه الوقت اللي هو كان المفروض ياخده. فرد الحمام بيقلع ريشه الدبلان، خلي بالك، ما بيقلعش كل الكسوة، بيقلع الكسوة الدبلانة. كل الريش الضعيف بينزل من جنب الريش القوي. وصلت؟ فرد الحمام اللي واخدين عنه فكرة ان هو بيبقى صلت ملط كده زي جذوع الشجر ما فيهاش ولا ورقة، لا، ما فيش الكلام ده. الفرد بيقلش او بيسقط جزيئات من الريش بكمية كبيرة، بس ما بيسلتش كل الريش، ما بيبقاش قدامك كده حتة لحمة حمراء. فالناس اللي فاكرة نزع الريش كده يعني هيشوفوا فرد حمام كده عريان قدامهم، لا، ما بيحصلش ومش هيحصل. انما القلش عبارة عن ايه؟ هو سقوط الريش الدبلان اللي خلاص ما فيش فيه دورة دموية، وغير متصل بالجسم أصلا. غير متصل بالجسم أصلا يعني محطوط مكانه كده زي قلته، تشدها تقع. فمن قوة أو من كثرة ما هي ريشة ضعيفة، حصل إيه؟ وقعت لوحدها. تمام؟ ساعات في القلش تلاقي حمام بيحاول يطير أو بيطير وبيسقط ريش منه. طبعا أنا كاتب عشان خاطر إيه، ادعوا لي بقى أحسن الواحد ربنا يستر كده، عقلي ما بقاش فيا، بقيت بنسى يعني، بس بنسى كتير وبنسى قليل، بقيت الحياة متلخبطة يعني. اعمل ايه مع الحمام ساعة القلش؟ ماشي، انا كتبت كده نبذات افكر نفسي بيها لكن هشرحها. اولا، الفرد لما تلاقي ريشه بدأ ينزل، اكتر حاجة تعرضه ليها الشمس. حط كده عقلك في راسك، وهات الكراسة والقلم واكتب من ورا اسامه بيرجو تلمس باب المجال، واللي يصلي على النبي يكسب، صلاة الحبيب كلها مكسب، وانا مكسبي كل من صلى على جمال نور سيدنا حبيب النبي. كل من صلى على جمال نور سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه، فردك لو بيقلش هتعرف ازاي انه بيقلش. في ريش كتير في قلب المكان واقع، وده مش من عاده الحمام. الحمام بكنس من قدامه او الوساخه والكاكا بس. وصلت؟ الحمام ما بيطرطرش، الحمام بيعمل الكاكايه بتاعته فيها نسبه سوائل ولزوجه، عفونا بقى على حسب المعده، والحوارات دي هنتكلم فيها بعدين. فاول حاجه لما تلاقي ريش كتير، خد فرد الحمام عرضه للشمس. عرضه لايه؟ للشمس. الحاجه اللي تخلي بالك منها بقى الميه، لان فرد الحمام ده بيسقط منه مع الريش حاجه اسمها زغب. زين غين ب، زغب. وما هو الزغب؟ هو البراده الخفيفه التي تعمل على ضيق التنفس بالنسبة للإنسان وتمرضه. خلي بالك، أنا دارس والله الحمام علم مش فجل. أنا دارس حمام مش غاويه بس، درست مقالات وكتب لناس وأبحاث وحاجات. دارس والله، دارس بالخبرة، دارس بالقراءات، دارس. الزغب، الزغب هي برادة بتطير من جسم فرد الحمام، هشة الهواء بيحملها. في منها تقيل بيتساقط، وفي منها بستنشقه انا، وده غلط على القصبة الهوائية بتاعتي.
ده بقى سيادتك بيبقى كتير جدا على وش الميه او وش المسقه او في المطرح ما انت بتاكل الحمام. فتملي تنفض المكلف، تملي تنفض المكلف، وفي بلور هوا، بلور هوا ضعيف بتنفض بيه التراب من على الكلفه. ما تنفضش عمرك ببقك وتستنشق اللي انت بتنفضه ده، وخلي بالك عشان الحاجات دي بتمرض. والميه ما تحاولش ان انت لما تلاقي ميه قذره تقوم تزودها وتطير القذره من على الوش، والميه دي تبقى مليانه بكتيريا عائمه وطفيليات ويرقات وحاجات معفنه لا ترى بالعين المجرده، عينك دي ما بتشوفهاش. تمام؟ فهي ميه غير صالحه. الميه تعمل فيها ايه بقى سيادتك؟ تعليها له شويه او تخليها له في مسقه اوتوماتيك. المسقه الاوتوماتيك النهارده بقت انضف من المسقه الطوب. خلاص احنا اتطورنا بقى. اترقوا بقى، اترقوا بقى في عرض النبي. الموضوع بقى سلس وسهل. انا هستورد لكم مسقه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله نكلنا عمر. هنستورد لكم مسقه لا تتلف مدى الحياه. ما بتبصي ابدا لغايه ما انت تموت وفرد الحمام يموت وجدك يموت وعيلتك كلها تموت. ما بتتلفش ابدا، ولا بتتشرخ ولا بتبوظ ولا اي حاجه. بتشتغل باسهل طريقه جوه العين، لا محتاجه توصيله من بره ولا محتاجه جركل من فوق ولا محتاجه خراطيم. هنظبطها لكم بس عشان بيتعمل لها دراسه جدوى، عشان خاطر المناجيس، ولاد المناجيس الاوساخ اللي بقوا بيشوفوا المنتج ينزلوا يشتروه ويروحوا شركه يقلدوه. هو هيتقلد وهيبقى حلو وهيبقى خير في ان هو مال الدنيا، لان احنا مش هنقدر نكفي الطلبات اللي هتطلب من المسقه دي. لكن بعد تفحص وتمحص وخيارات عديده اتضح ان هذه المسقه هي المسقه الوحيده اللي ممكن تبقى في مصر هنا تعمل على قتل الامراض بالنسبه لفرد الحمام، قتل الامراض المائيه. الامراض المائيه حط تحت منها 100 خط، ماشي، بنسبه 100%. يعني مفيش ميه تمرض فرد الحمام بنسبه 1,000,000%. دي هنجيبها ان شاء الله، بس هنجيبها من المغرب العربي الشقيق، مش من دوله المغرب، لا، من مكان ما. احسن حد يقول لك ايه المسق في المغرب البس. طبعا احنا قلنا الشمس ساعة القلش، وقلنا المية لان هي مهمة جدا المية بصراحة. نيجي بقى قلنا طبعا تنفض الاكل وتنفضه بفلور عشان الريحة والزغب وكده. نيجي بقى لاخطر حاجة ممكن تخطر لك على بال تتعامل فيها مع فرد الحمام ساعة القلش. ايه هي بقى؟ هي الاكل. ايه نوع الكلفة؟ انا قلت لك نفض الكلفة، ماشي. ايه بقى نوع الكلفة اللي الفرد ياكلها وهو داخل في مرحلة القلش؟ يا جماعة في حاجة بتقول الغاوي اللي بيكلف وخلاص يساوي انه غاوي بلاص. الغاوي اللي بيكلف وخلاص ده مش غاوي حمام. غاوي الحمام يفهم ان لما الجوز اشتريه شبابات ليه كلفة معينة، لما الجوز يبقى تحته زغلولين لبة في حاجات بتضاف معينة، لما الجوز يبقى الزغاليل حلوة كده وخرجت خلاص برجع اديله كلفة معينة. في نوع اكل معين بيضاف للحمام عليه بذور وعليه حاجات وعليه حكاية وعليه رواية وعليه دسم وعليه شوية كربوهيدرات وأملاح وفوسفات ومنجنيز وبوتاسيوم ومغنيسيوم بترفع الطاقة عند فرد الحمام. وأنا كنت قلت قبل كده اوعى تعالج حمام بدون ما يمرض. اوعى تعالج، مش هنزل، اوعى تعالج حمام بدون ما يمرض. يعني وانت ماشي كده صحتك زي الحديد وماشي عادي جدا، لا بتقول من شكة ولا من وجع. ما ينفعش وانت ماشي تقول ايه ده صيدلية
اما اخش اجيب برشامتين اخدهم عشان امشي اسرع او ابقى عندي باور حلو كده وطاقه. ربنا ما قالكش كده، ولا الدين ولا العلم ولا الجنان قالك كده، انك لما تعدي من قدام صيدليه تفتكر تخش تجيب لك حاجه تخليك زي الحوت. انت حصان والله، اقسم بالله انت زي العسل. لما تمرض اتعالج، لما تبربر هات مناديل، لما تعطس هات لك حاجه العطس والدواء، خش صيدليه ساعتها. تتعور اتعالج، يعني لما تحصل لك حاجه اتعالج. انما نص القنوات عشان ما يحصلش كذا اجري سرع وهات، سرع ايه ودرع ايه يا عم؟ ليه هسبق البلا قبل وقوعه؟ ليه انا كغاوي اسبق البلا قبل وقوعه؟ الفرد ده عندي بيتاخر، شكله كده بيتعلق عليا، فلازم انا اقوم منزله واقفشه واشوف ماله هو ومراته وعياله وايه اللي جاله، وانزل الصيدليه البيطريه اجيب له حاجه ترفع له يا عمي هو والله العظيم سيبه بس كده، سيبه عشان انت النهارده صاحي من النوم زي الفرس، بكره عبده اتقرص. ما انتش عارف بكره هتصحى من النوم عامل ازاي، ما انتش قادر اصلا تقوم على السرير ولا قادر. فما تحاولش تقدر البلاء او تتعامل مع بلاء او تتعامل مع شيء لم يحدث. يعني بطل انك تتعامل مع شيء لم يحدث على الاطلاق. عيش حياتك كده، جعان كل. عمرك ما بتبقى خارج من مطعم، والله العظيم ما بهزر، وتقوم وانت ماشي تلاقي مطعم ولا شواي كفته تقوم داخل طلب واكل، قاعد واكل تاني، وتخرج تلاقي مطعم تالت تقوم داخل. هي طاقه، هي طاقه. عوزت تقعد على قهوه قعدت على قهوه، قمت روحت او تشوفت حالك. عوزت تشرب سيجاره شربتها وخلصت. عوزت تجيب جزمه جبت جزمه انتهت. عوزت تجيب قميص جبت بتعمل حاجتك. لا يمكن تمسك ازازه الميه تفضل تاخد منها بق وتفضل فاتحها تاخد منها بق وتفضل فاتحها تاخد منها بق وبق 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 عشان لازم تخلص. وصلت؟ كان زمان في ناس لما بيجي عندهم الفاكهه كانوا لازم يخلصوها قبل نص ساعه من حططنها. فقعدت مع الشباب والكبار والاسره فقلت لهم لا كده غلط. اصل نفسهم فيها مهما كان نفسهم فيها كده غلط. دي حاجة لازم تتحط، اخد كفايتي او حاجتي وشكرا. ما اجيبش 10 كيلو موز الاقي ال 10 كيلو موز بعد ساعة ما فاضلش غير صباعين. فهو على حسب ما انت اتربيت وعلى حسب ما غيرك اتربى. على حسب ما انت اتربيت وغيرك اتربى، فانت لا يمكن تقيم بشر او تقول لا ده صح وده غلط وهم يقول لك حاضر سمعا وطاعا. لا، احنا دلوقتي بنتكلم عن الحمام وعن القلش. في اسس بتندرج تحت ان انا لازم اغذيها ببسله بفول بعليق بعلف بكزب باي بطيخ باي جن ازرق. بغذيها عشان خاطر عايز انتاجها حلو ومتغذي، عشان خاطر لاحم هيتذبح، حمام عايزه ملحم كده هيتذبح، فما يهمنيش. فبغذيها بعيش وبرسيم وخضار وفرن وقمح وفول وذره صفرا وذره عويجه وكل حاجه بغذيها. القص ده اللي انا بغذيه قوي ده ومكتر معاه الليله، ما ينفعش نفس الاكل ده احطه لقص عنبره كشكات بيطلع جوز تحت منه بالهندمه وبالسندمه. ما ينفعش اعمله مع قص قطاطه ولا قص حمر غزار ولا قص صفر ورقه ولا قص صوافه ولا الكلام ده كله. وصلت؟ ما ينفعش كده، لان انا حمام النش، كلفة حمام النش بتختلف عن كلفة حمام الفرخ، وكلفة حمام الفرخ بتختلف عن كلفة حمام التسمين. ما انا والله العظيم عايزك تركز. وكلفة حمام التسمين بتختلف عن كل الكلفة الباور. انا بقول لكم حمام، انا بقول لكم احداث وكلام والله العظيم 3 مش عايز احلف بالطلاق من بيتي ان كلامي بيتسرق بالبق. كلفة الباور دي بتتاخد بالنص كده مع ادخن تخن قنوات على اليوتيوب، يقول لك الكلفة الباور، مكونات الكلفة الباور، ويطبع على الشكاير وبيع من ورا اسامه بيرجو بياخدوا حلقاته يعملوها بيزنس
سبوبة في الأنبوبة، الله يبارك لهم. كلفة الباور دي هي الكلفة الوحيدة اللي بتتعمل لنوعين من الحمام. كلفة الباور بنفس الاسم، أنا مش مخترعها، يعني أنا ما بخترعهاش، ده احنا بس اخترعنا الاسم، ولكن احنا ظبطنا مكونات معينة بتتحط على الكلفة عشان خاطر هي بتتعمل لنوعين من الحمام. كلفة باور. ايه هي الكلفة الباور؟ هي الكلفة اللي بتدي فرد الحمام الزاجل طاقة في المسابقات وبتخليه على ما يرام. ايه هي الكلفة الباور للنوع التاني؟ هي الكلفة اللي بتخلي فرد حمام النش زي ما طلع زي ما بينزل عنده طاقة وعنده مجهود انه يقعد ساعة طاير، ساعتين طاير، ويلحم من غية يخش في غية، ويلحم من غية يخش في غية، وينزلك بالسلامة لو انت عملت معاه الصح. ادي كلفة الباور. في كلفة عادية، هي الكلفة اللي بتيجي على عماها من عند التاجر، لا غسيل ولا مكوى ولا اي بطيخ، بشقشق بيها وبرشق بيها وبشخشخ بيها الحمام، شخلل بيها للحمام في ازازة، والحمام بينزل على حس ازازه الميه البلاستيك، شويه دوره صغيرين، شخشخ بيهم، عودتهم على الشخشخه، بيهجموا على الاكل وبياكلوه بعبله. يبقى انا، هل هناك فرق بين الكلفه الباور وكلفه التغذيه والتسمين؟ طبعا، دي الحمام ودي الحمام. اديني قلت لكم، وخلوا اللي يسرقنا يسرقنا، وخلوا اللي ياخد مننا زكا عننا، واللي يصلي على النبي يكسب. تمام؟ احنا مش هنقول كلام تاني اكتر من اللي احنا قلناه. شكرا للتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكفو يكفو يكفو ويكفي ان انتم مع البابا، واللي يصلي على النبي يكسب. عام سعيد عليكم. أسامة بيرجو ترمس، الجمالية أدب. سلام.